يا صباح الفل والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى الجو تلج، ولقيت جارتي داخله عليا وبتقولي تعرفي تعملي لي الاكله دي. قلت لها ايه ده؟ انت بتهزري؟ طبعا بعرف. المهم يا بنات، بقى عايزه اقول لكم اكله الشتاء الراعي بالنسبه لي هي الممبار والكرشه والكوارع والحاجات الحلوه دي. اللي بيحب الحاجات دي يكتب لي في الكومنتات. يلا نقول بسم الله ونصلي على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، بحبكم قد الدنيا. وشيروا الفيديو بقى عشان عايزين كده ايه، يجي لنا مشتركين كتير وقناتنا تكبر ان شاء الله. تعالوا بقى اقول لكم انا طريقتي ازاي في الكرشه. اول حاجه هعملها معاكم الكرشه يا بنات، انا بجيبها مغسوله كويس جدا ومتنضفه. وهقول لكم عشان تشيلي يعني لو انت بتقلقي من اي ريحه ليها، بعد ما تغسليها كويس جدا جدا بالليمون وتحط لها كمان معلقه طحينه وتسيبيها نص ساعه، وتقعدي تغسليها تحت الحنفيه لمده من دقيقتين 3 كده. ميه جاريه، وبعدين خدتها غلوه بشويه خل وبميه مغليه على النار، وطفيت الميه وغيرت الميه بقى وحطيت ميه اكني هغلي او هسلق فراخ عادي جدا. الميه غليت وحطيت ورق غار وحبهان وفلفل اسود وبصلايه، ونزلت بالكرشه بتاعتي. هتنزلي بيها سليمه ومتقطعه براحتك، بس انا بحطها سليمه كده، وبعدين لما تستوي بقطعها التقطعات بتاعتي عشان بتبقى سهله عليا اكتر. يعني خليها الاول تستوي وبعدين قطعيها. سبتها كده بقى على نار هاديه. وتعالوا بقى، الكرشه بتاعتنا صغيره وما شاء الله مش هتاخد سوا معانا. اقول لكم بقى الممبار ده بقى يا بنات بتاع خروف، وكان عندي من العيد فقلت ايه اطلعه بقى كده، ونضفته وخليته زي الفل كده. وزي ما انتم شايفين كده انا كنت نقعاه في ليمون. اهم حاجه الممبار يتغسل كويس جدا جدا بالليمون والطحينه. برضو عايزه اقول لكم الحاجتين دول بتشيل الزفاره من اي حاجه. هقول لكم بقى طريقتي في خلطه. لو انت عندك بتعملي محشي عادي هتعملي خلطة المحشي العادي. لو انت بقى هتعملي الخلطة مخصوص بتاعة الممبار يبقى هتعمليها بالطريقة بتاعتي دي. ودي طريقة ماما الله يرحمها، وبصراحة كل العيلة بتعمل نفس الطريقة دي، وهي دي الطريقة اللي انا كمان بطلع بيها الاوردرات الممبار بتاعتي. اللهم بارك، بطلب بالاسم يا بنات، ومميزة جدا في الممبار. فعملت ايه بقى يا فاتن؟ جبت نص كيلو من البصل، فرمته قطع صغيرة، ما فرمتوش قوي على الكبة، ما تخلوش فيه مية. وحطيت عليه بودرة بصل، بودرة ثوم، بابريكا، فلفل اسود، شوية كمون صغيرين. ايه تاني؟ 7 بهارات او بهارات المحشي، وشوية كزبرة، والملح بتاعك طبعا اساسي. وقلبي كويس جدا جدا جدا. افضلي ادعكي في البصلايه كويس قوي لحد كده ما تحسيها ان هي شربت التوابل كلها. وهنزل بقى بالصلصه بتاعتي. انا الصلصه دي بشيلها في الفريزر فمتسبكه شويه. ورحت بقى حاطه كده كمان ربع كوبايه من الزيت. وعندي هنا شبت وكزبره وبقدونس قطعتهم صغير قوي ونزلت عليهم. وهنا بقى الرز بتاعي غسلته كويس قوي تحت الميه الجاريه، فهصفيه كويس قوي قوي، ما تخليش فيه ميه خالص. وحطيته بقى وقلبي بقى الخلطه يا بنات. اللهم بارك، تحفه. ده هنا الكاميرا كمان ظلمتها، الفلاش ما كانش يعني شغال، فصل. فانا بصراحه لا، هشغل لكم الفلاش عشان تشوفوا بجد الخلطه بتاعتي في الممبار عامله ازاي. اتحداكي لو بتعملي الخلطه دي. الخلطه دي اصلا يعني اجدادنا وامهاتنا بيعملوها من سنين. سيبك بقى من اللي انت تسبكي على النار وتعمل لك حموضه على قلبك والكلام ده. الطريقه دي سهله وتخليكي تاكلي الممبار ما تحسيش ان هو فيه حموضه ولا حاجه. لان يا بنات انت لما بتسبكي وبعدين ترجعي تحمري الممبار بيبقى تقيل قوي على المعده، فاحنا بنحاول نخفف شويه. طبعا ممبار يعني شطه، فحطيت بقى شويه شطه حلوين كده وقلبت. تعالوا بقى شوفوا بجد بجد اللهم بارك وتسلم ايدي. بجد الخلطه تحفه تحفه، ريحتها جباره. جبت القمع بقى كده وحطيت الممبار، وهبتدي بقى زي ما انتم شايفين احط كده الرز بتاعي. خد مني وقت طبعا عشان انا بحب الممبار كده يتعمل على رواقه. هقول لكم بس الممبار ازاي. جبت هنا ميه، حطيت فيها حله، حطيت فيها ميه وبصلايه مقطعتها 4 تربع، وهنزل بيه ورقتين من الورق الغار او ورق اللوري، و3 فصوص من الحبهان، وشويه فلفل اسود. ويفضل الفلفل الاسود يكون حب. الحب بيفرق كتير قوي في شكل الممبار ولونه كده، بيديله لون حلو مش بيغمقوا، لان الفلفل الاسود بيغمق يا بنات. هنا بقى حشيت الممبار. اللهم بارك، بوريكم ازاي انا مش مكتره رز خالص، اكنك مش حاطه رز اصلا. ليه؟ لان الممبار بتاعك هيتكتم منك لو كترتي رز. لازم تقللي له كده عشان الرز يطلع مفلفل. وهوريكم ازاي. اللهم بارك، الحمد لله الرزايه مفلفله في الممبار لما يستوي. هحط كده الممبار بتاعي. بس اهم حاجه يا بنات
الميه تكون مغليه كويس او بتغلي كويس، او تقومي نازله بقى بالممبار بتاعك ومغطيه عليه جدا، وسيبيه بقى كده مع نفسه. تمام. ادي الممبار اهو، تعالوا بقى نحطه كده في الميه ونسيبه مع نفسه كده. وهنا كنت عامله تسبيكه للبطاطس، يعني عامله شويه صلصه، وهنزل بالبطاطس المكعبات بتاعتي وهقلب بقى شويه كده. وانا عملت ليه البطاطس دي؟ عملت البطاطس عشان احط فيها الكرشه. انا بصراحه بحب الكرشه في البطاطس او في الصلصه، مش بحبها بيضه. في ناس بتحبها بيضه بالشوربه بتاعتها وتعمل لها طشه وياكلوها كده، لكن انا بصراحه ماما الله يرحمها معوداني عليها كده. فانا بصراحه ما كانتش بالبطاطس، ما بحسش ان هي ليها طعم. الممبار بتاعنا غلي اهو، وشفتوا بقى انا بوريكم شكله عامل ازاي. اللهم بارك. شايفين عامل ازاي؟ ده تحفه بجد، ريحته قلب البيت. الممبار اللي الناس بتخاف من ريحته، لا انا الريحه عندي اللهم بارك، الريحه قلب البيت حرفيا. وطيت بقى النار عليه كده وسبته مع نفسه، خد ربع ساعه بالظبط. وابتديت انزل بقى بالملح بتاعي، واول ما خلاص يستوي نزلت الملح دقيقه، واقوم ناشله الممبار بتاعي في مصفى. اوعي تسيبي الممبار وتغطي عليه، بعد ما يستوي هيطلع معاكي ويتهري ويفرقع. الممبار والحمام والفراخ والبط، الحاجات دي كلها تستوي تقوم مطلعينها في الصينيه بتاعتها او في المصفى. انا بفضل المصفى عشان تصفي كل يعني الشوربه اللي في الممبار، عشان لما اجي اقليه. هنا بقى كنت الكرشه بتاعتي استوت وقطعتها كويس قوي وحطيت الملح بتاعها. وهنا بقى على البطاطس هحط عليها فلفل اسود وشويه كمون، بس هي دي التوابل اللي بحطها على البطاطس. بحب كده ابان بطعم البطاطس، ما بحبش احط توابل كتير، والملح بتاعي. وهنزل بقى بالكرشه بتاعتي، هتاخد غلوتين بالظبط وهقوم طفي عليها. البطاطس ما بتاخدش سوا يا بنات مع الكرشه، يا دوبك غلوتين اتنين، وهطفي عليها النار وهتكون استوت معايا وزي الفل. شايفين لونها تحفه ازاي؟ حلوه جدا. طبعا قطعي بقى الكرشه التقطيعات براحتك اللي انت عايزاها. انا بقطعها صغيره عشان الولاد ما بيعرفوش بعد كده ياكلوها، فبيقعدوا يشدوا فيها. لا انا قطعتها صغيره حلوه كده في البق على طول. هنا بقى الممبار بتاعي كان استوى اللهم بارك. شايفين شكله عامل ازاي؟ هطلعه كده بقى في مصفى وابتدي اقلي معاكم بقى شويه. شايفين بقى الممبار عامله ازاي؟ بجد يا بنات اللهم بارك. قلت بقى اقلي عشان اطلع طبعا لجارتي بقى اللي عماله تقول لي مش هتعرفي تعمليها يا فاتن، واكله صعبه عليكي وانا نفسي فيها. لا ده انا هعملها واوريكي ازاي عملتها. وطلعت الممبار مفلفل وطعمه تحفه بجد يا بنات. يعني رشه بقى كده من الكزبره او البقدونس ايا كان، تعملي كده بقى شكل حلو كده. عايزه اقول لك شويه ممبار بقى في السقعه دي تدفي القلب والجسم وكل حاجه، حاجه كده تحفه. الشتا براعي فعلا الاكل ده، ممبار وكرشه وايه تاني وكوارع ولحمه راس والحاجات الحلوه دي. ادي الممبار بتاعنا شايفينه اللهم بارك مفلفل قد ايه. الرز جوه مفلفل مش معجن يا بنات. انا بحاول اقطع لكم لان الممبار سخن جدا، بحاول هوريكم عشان تشوفوا قد ايه. الحمد لله الرزايه مش معجنه خالص، شايفين بيتقطع معايا بكل سهوله. زي ما قلت لك اول ما يستوي تطلعيه على طول على مصفى. شايفين شكله تحفه بجد تحفه. الرزايه مفلفله وطعمه خطير جدا جدا. تعالوا بقى اوريكم بقيه الاكل بتاعنا. بجد يا بنات اكله تفتح النفس وتدفي كده في السقعه دي، وشويه ممبار عسل عسل عسل. وكمان تعالوا بقى اوريكم عملنا ايه تاني. اهو بوريكم شكل الممبار عامل ازاي، تحفه اللهم بارك. حطيت بقى كمان شويه ليمون مخلل من اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. عايزه اقول لكم تحفه، ده الاكله بتفتح النفس. وادي بقى الكرشه بتاعتنا بالبطاطس والرز بشعريه المفلفل، اللهم بارك، حاجه كده تحفه يا بنات. شايفين بقى الاكله الجميله دي؟ لا تقولي ساقعه ولا غيره، دي تدفيكي على طول، تاكليها من هنا وتحسي ان انتي ما شاء الله. يعني بجد الواحد محتاج الحاجات دي في الشتاء. بألف هنا وشفا على اللي هياكل. اطلع بقى لجارتي واعرفها قد ايه انا ست شاطره وبعمل الحاجات دي ومبتاخدش وقت. والله ما ليها اي ريحه الحمد لله. بالعكس الولاد عمالين يقولوا لي يا ماما تسلم ايدك، هم قاعدين بيذاكروا، تسلم ايدك ريحه الاكل حلوه احنا عايزين ناكل. فقمت حاطه بقى كده واروح اكلهم بألف هنا وشفا. وتعالوا كلوا معانا يا بنات. بجد بجد كان نفسي تبقوا. الموضوع ده بيدوق، يعني التليفون ده ما يدوقكوش. عايزه ادوقكم الممبار. الممبار رهيب والكرشه تحفه. يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم واكلتي تكون عجبتكم. اكله شعبيه، وطبعا كل المصريين معظمنا مش هنقول كلهم، في ناس ما بتحبش الاكلات دي. بس اللي ما بيحبش الاكلات دي هقول له كلمه او هقول لها كلمه واحده، فاتك كتير جدا.
جربي بقى الممبار والكرشه بطريقتي هتدعي لي ان شاء الله. لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، بحبكم قد الدنيا. ما تنسوش في الديسكريبشن الواتساب بتاعي عشان تخشوا على العروض اللحوم المصنعه. بعمل كل يوم لحوم مصنعه وكل يوم عروض مختلفه، وبعمل كفته رز خطيره يا بنات وسعرها تجنن. لايك وشير عشان الامهات تستفيد. بحبكم.